مقدمة. يعتبر الكثير من الناس أن التاريخ والتراث شيء واحد، في حين أنهما مختلفين. فالتاريخ بصورة عامة هو دراسة صيرورة الحياة البشرية بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وتعتمد أساساً على دقة المعلومة ووضوح مصدرها: وثيقة، خريطة، صورة، آثار. أما التراث فهو ما يبقى من التاريخ في لحظة معينة من تلك الصيرورة التاريخية، وما يبقى قد يكون مادياً كالآثار والنقوش والتقاليد والعادات والملابس، وقد يكون فكرياً لكن لا يمكن الفصل بينهما. فالباحث في التراث يقدم مادة تسهل عمل المؤرخ من خلال جرد كل ما يحيط بتلك العناصر مهما كان بعدها، وعلى المؤرخ التأكد من صحتها وإمكانية وضعها كمحطة تاريخية موثقة ومدعمة. الباحث في التراث شغوف بكل ما يصلنا متواتراً عبر الآباء والأجداد من قصص وأساطير، من كلمات وألفاظ، من ألبسة ومستلزمات تقليدية. نسي التاريخ أن يعرفنا بأول من صنعها، فتركها مبهمة المصدر محاطة برموز تشير إلى البيئة التي نشأت فيها. هذا الشغف دفعني للكتابة عن المغير، وهذا الكتيب هو جزء من سلسلة أكتبها تتمحور صفحاتها حول تراث مدينة المغير. في هذا الجزء قمت بجرد ما أمكنني جرده من التراث الثقافي المادي وغير المادي، مع تفصيل وشرح مختصر لعناصره. أما الجزء الثاني فسأكمل بإذن الله جرد ما لم يتم ذكره في هذا الجزء من تراث مرفوق بمجموعة من القصص الواقعية عن الحياة اليومية لبعض الشخصيات، مثل المجاهدين وطلبة العلم وبعض الأشخاص والأحداث أثناء الثورة وبعد الاستقلال، وبعض العادات والتقاليد، مع شرح وافي لتفاصيلها، لأحاول بذلك وضع مشاهد عن الحالة الاجتماعية والثقافية للمغير خلال حقبة زمنية مجهولة. الشائع فيها هو النقل الشفهي بعيداً عن أي تدوين. كما هو معروف، فإن مدينة المغير تقع في مفترق طرق تاريخي بين ثلاث مدن كبرى، وهي سوف والزيبان وتقرت. كانت تحت حكم إمارة بني جلاب الذين حكموا منطقة وادي ريغ حوالي 4 قرون، ونيف من 1450 إلى 1858 إلى غاية دخول الاستدمار الفرنسي. عرفت المغير بتراثها المادي واللامادي، وكانت نقطة عبور لقوافل التجارة والمسافرين، مما ساهم في ترسيخ بعض من تلك الثقافات والعادات والتقاليد في المنطقة. فأنتجت كياناً متفرداً مشتق من تلك الحضارات، فأحياناً تجد عادات سوفية، وأحياناً عادات بسكرية، وأحياناً عادات ريغية متفشية بين العائلات المغيرية. فتجد مثلاً عائلات تقيم مناسباتها وأعراسها بطريقة مختلفة عن عائلات أخرى، لكن جميعهم متمسكون بالأصول الدينية والعرفية. لذلك قد يجد المتصفح المغيري لهذا الكتاب بعض الاختلافات في الألفاظ والمصطلحات والعادات عما يعرفه أو مر به. لذلك اعتمدت على الأكثر تداولاً والأكثر استعمالاً، لأن دائرة البحث والتنقيب مفتوحة جداً. تعدد واختلاف الروايات بين المتحدثين والشهود على الأحداث يجعل الأمر عسيراً في اختيار الرواية الأدق. هذه الروايات المختلفة بحد ذاتها كنز ودليل على التنوع الذي جعل المنطقة هذه الروايات المختلفة بحد ذاتها كنز ودليل على التنوع الذي جعل المنطقة ثرية بالتراث. وهذا ما شجعني على توثيق تلك العادات والتقاليد ومحاولة جمع ما يمكن جمعه، ليكون هذا الكتيب لبنة أولى تسهل للباحثين والطلبة الانطلاق في الغوص من أجل إثراء الموضوع وتوثيق ما تم نسيانه أو ما غفلت عن ذكره أو تصحيح خطأ، لأن البحث في الموروث واسع جداً وقد لا ينتهي. ففي كل مرة نكتشف أحداث وعادات نسيت. كما ركزت أيضاً في هذا الجزء من الكتاب على مدينة المغير فقط كي أتجنب التشعب في السرد، وتحاشيت محيطها من مدن كسيدي خليل وأم الطيور وأسطيل، لأن الفروقات في الموروث تبدو واضحة المعالم في العديد من الحالات. فرغم قرب المسافات بينهم وبين المغير، إلا أن هناك فرق في العادات والتقاليد. تلك الفروقات قد تبدو بسيطة، لكن هي ليست كذلك، لأن أي فعل أو قول مأثور له خلفيته التي انبثق منها وله قصة منفردة. وبما أن الموروث جزء من التاريخ ويتأثر بما يحدث في محيطه، فكان لابد أن نذكر بعض الأحداث التي كان لها تأثير على الحياة الثقافية والاجتماعية التي نحن بصدد إلقاء الضوء عليها. الجدير بالذكر أيضاً هو أن العديد من العادات والتقاليد والكثير من المصطلحات والمسميات لا تزال مستعملة عند شريحة معتبرة من المجتمع رغم الانفتاح على باقي الوطن ورغم تغير اللكنة المحلية، إلا أنه لا تزال موجودة ومرغوبة، لكن ليست هناك آليات جادة للحفاظ عليها.
فلاحظنا أن هناك شح شديد في الدراسات الميدانية للطلبة المغيريين، والقلة القليلة منهم من يقومون بمذكرات تخرجهم حول التراث المغير، عكس أقرانهم من المدن المجاورة كجامعة أو تقرت التي أصبح بها مخزون لا بأس به من الدراسات. في النهاية، أتمنى أن أكون قد وفقت في وضع خريطة تبين ملامح المغير عبر الزمن، وأجدد اعتذاري عن أي خطأ أو نسيان. وأذكر القراء أن هذا الكتاب يحمل جرداً للتراث الثقافي المغيري، وجرداً للروايات التاريخية نقلتها من الكتب والمذكرات وألسنة الشهود، بعيدة عن الدراسة الأكاديمية التي تكون خاضعة لمقاييس أكثر دقة. أما ملاحظاتي وتحليلاتي واستنتاجاتي فقد وضعتها بشكل واضح للقارئ كي يتسنى له التفريق بين المنقول والموضوع. فاللهم تقبل هذا العمل مني خالصاً لوهجك الكريم، وأشهد يا ربي أني لا أريد منه إلا الصلاح. شطي علي. تعريف التراث حسب تعريف منظمة اليونسكو هو ما ينتقل من عادات وتقاليد وآداب وفنون وعمران ونحوها من جيل إلى جيل، بمعنى هو كل ما خلفته وورثته الأجيال السابقة للأجيال الحالية. ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة التقليدية أو الشعبية، ويلقي الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية. ويشتمل التراث الشعبي أيضاً على الحرف بجميع أنواعها: الخزف، النحت، البناء، وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات والأمثال السائرة والألغاز والأحاجي والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد. وهذا ما يمكن أن نقول عنه تراث الأمة، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: تراث مادي وتراث غير مادي. التراث المادي والمقصود به كل الأشياء التي صنعها الإنسان أو يستخدمها للتوافق مع بيئته، وقد تتدرج عنها عدة أشياء من الأواني الفخارية التي استخدمها الإنسان البدائي إلى المركبات الفضائية. أي أن الثقافة المادية هي كل ما يستطيع أن يلمسه الإنسان من العناصر والأشياء التي تخضع دائماً لعامل التغير المستمر، والتي سعى الإنسان لاكتسابها من أجل إشباع حاجاته الأساسية. وتتمثل الثقافة المادية في العمارة بشكل عام كالمواقع الأثرية والمدن العتيقة والمتاحف الافتراضية أو المتاحف التي بلا حدود، خاصة والمباني والمنشآت ومختلف وسائل النقل، وأيضاً الفنون والآداب، وهي ما يطلق عليها بالتراث الأدبي والفني، متمثلة في صناعة الملابس والحلي والآلات الموسيقية والمخطوطات والزخرفة والكتابة والصناعات الحرفية اليدوية. وأن أهم ما يميز الثقافة المادية هو أن مكوناتها رغم اختلافها تختص بما لها من شكل أو مظهر فيزيقي أو وجود ملموس ومحسوس كمنتج من صنع الإنسان، بغض النظر عن حجمها أو شكلها أو استخدامها أو الهدف منها. وهذا ما يجعلها تشكل الجانب المادي للثقافة. وأحياناً تتداخل الآثار الملموسة ببعدها المادي مع البعد الفكري العقائدي اللامادي كالمعابد والزوايا، ليكون الأثر آنذاك أكثر ثراء وقيمة. التراث اللامادي يشتمل الجانب اللامادي للثقافة على كل ما يبتكره الإنسان ويستخدمه في تفسير سلوكه وأفعاله وتوجيهها، ولكن بشرط أن لا تخرج عن نطاق عقله أو تفكيره. ولذلك فهي تمثل جميع السمات الثقافية غير الملموسة كالمهارات الفنية والمعايير والمعتقدات والاتجاهات واللغة وغير ذلك مما تناقله أفراد المجتمع من جيل إلى آخر. وبالتالي فعناصر القيم والمعتقدات والعادات والأفعال والعرف والقانون والنظم الاجتماعية والرموز والأسطورة والحكاية والأمثال تحمل جوانب لا مادية للثقافة، وبالتالي فهي تعبر عن المظهر الفكري والإيديولوجي للتفاعل الإنساني. وعليه فالثقافة اللامادية تشمل دائماً أشياء غير واضحة وليست ملموسة، ولكنها تلعب دوراً هاماً في سلوكنا وحياتنا اليومية، مثل الدور الذي تلعبه العادات والتقاليد، الأعراف والقيم وغيرها. تعريف الدارجة والعامية لهما نفس التعريف تقريباً، وهي التعبيرات الغير فصيحة في لغة أو لهجة المتحدث، وهي كلمات متعارف عليها محلياً قطع لا يكون لها أصل أو جذر لغوي، لكن معناها بات معروفاً من كثرة تداولها. لكن يمكننا القول أن الدارجة تعرف على أنها ما تدرج عليه الفرد في كلامه من الصغر إلى الكبر، كأن تجد كلمات ومصطلحات كبر معها الفرد ويكون معناها معروف عنده أو عند محيطه أو بلدته. أما العامية فهي الكلام الموجود والمعروف عند عامة الناس في محيطه الأكبر، فتجد كلمات متداولة في منطقة معينة وهي خاصة بهم وتميزهم، مثل كلمة واه، فهي دارجة في الغرب الجزائري تعني نعم وعامية،
أي ليس لها تصنيف لغوي محدد، لكنها معروفة عند كل الجزائريين. أحياناً تكون تلك الكلمات خليط بين العربية ولغات أخرى، وأحياناً تكون عربية وتنطق بطريقة غير طريقتها الصحيحة، وهذا ما تزخر بها الجزائر، فنجد لكل منطقة طريقة في الكلام ودارجة خاصة بها، إلى درجة أنك تستطيع تمييز المنطقة التي ينحدر منها أي شخص بمجرد حديثه معك. نفس المنهج نجده في منطقة وادي ريغ عموماً والمغير خصوصاً. فهناك كم ضخم من الألفاظ والمصطلحات وأسماء الأشياء والمستلزمات التي تندرج ضمن الدارجة المحلية، ونجد فروقات في نطق العديد الكلمات والمسميات إذا تجولنا بين قصور ومدن ودريغ، وهذا ما يعطي لكل منطقة خصوصيتها. نبذة عن مدينة المغير التاريخية. الموقع الاستراتيجي للمغير يعتبر نعمة من الناحية الجغرافية لما يحمله من مزايا، لكنه في نفس الوقت فهو نقمة تاريخياً، فقد كانت ولا زالت البلدة مجهولة ولم تسلط عليها أضواء الباحثين، والمعلومات عنها شحيحة جداً رغم دورها البارز في العلم والتجارة، خصوصاً في القرن السادس عشر الذي عرف حركة ثقافية وعلمية فريدة وقلماً ذكرت عند الكتاب والرحالة الأوائل، رغم أنها كانت ثاني أكبر مدن وادي ريغ بعد تقرت من حيث العمران والكثافة البشرية وعدد النخيل. وهذا ما ذكره الرحالة الليبي محمد بن عبد الجليل حين زار المنطقة. هذا التجاهل لم يكن مقصوداً، بل كان تحصيل حاصل، فالمغير تتوسط 3 مدن تاريخية، وكانت في كل مرة تتبع سياسياً إلى واحدة منهم. هذا ما جعل الباحثين في تلك المدن لا يركزون عليها، لأنهم يرونها مختلفة عنهم ولا تتبع السياق التاريخي لأي مدينة من تلك المدن، وهي كذلك فعلاً، وهذا راجع إلى الإشكالات التاريخية التي تلاحقها حول هوية سكانها المتضاربة، وهذا ما يلاحظه أي باحث يحاول النبش في تاريخ المنطقة، حيث أنه هناك العشرات من الروايات حول تأسيسها ونسب سكانها الأوائل، وفي ظل غياب توثيق واضح انتشرت تلك الرويات وغذت ذلك الفراغ، بالإضافة إلى طبيعة ساكنيها، حيث كانوا يمارسون على أنفسهم سياسة العزلة، أي أن احتكاكهم بالعالم الخارجي كان محدوداً وحركة التنقلات قليلة. كل هذا كان جراء تغلب الفكر الصوفي القائم على الاكتفاء الذاتي في كل شيء، والتشبث بالعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية. لكن هناك شواهد باقية إلى يومنا هذا يمكن أن تكون المفتاح لوضع أسس علمية تبين تاريخ المدينة العريق. من هنا نطرح سؤالاً: هل قامت حضارة على هذه الأرض؟ لو تتبعنا الكتب نقول أنه ليس هناك أي أثر لحضارة أو أدلة على قيام مستعمرة بشرية كبيرة بمنطقة المغير، فقد تحدث لنا بعض المتتبعين أن عمر المنطقة منذ أن سكنتها أول مجموعة بشرية كبيرة نسبياً هو 5 قرون، لكن هذا لا ينفي وجود مستعمرات صغيرة منذ بدايات الهجرات الكبرى للإنسان على محيط الشط أو بمحاذاة الوديان، لأن المنطقة تعتبر مليئة بمقومات الحياة البشرية، واعتبرت منطقة عبور يتوقف عندها الرحالة والقوافل والحجاج القادمين من الغرب، منها منطقة تمدونت التي طمرت جراء العوامل الطبيعية، وذلك استناداً إلى الأبحاث التي قام بها الضابط الفرنسي جون فوت أثناء تنقيبه عن المياه في هذه المنطقة، حيث اكتشف آثاراً تاريخية هامة في لورير بالقرب من قبة سيدي المخفي على الضفة الغربية لشط ملغيذ، ويأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد موقع كدية سيدي يحيى، حيث اكتشف فيه نفس الأدوات التي اكتشفت في هذا الأخير، كالحجارة المصقولة بيد الإنسان والصوان الذي وجد مشتتاً على الأرض. وفي ضواحي قرى أولاد موسى وبئر مروان وجدت أيضاً سهاماً، مسامير، وكمية معتبرة من الصوان المحدد وبيض النعام والصدفات. كما ذكرت المنطقة والتي اشتهرت قديماً بفضل الشطوط والسبخات التي تحتويها في الأساطير اليونانية القديمة، والرحالة الأوائل كهيرودوتس وسكيلاكس وبومبونيوس ميلا تحت اسم تريتون أو بحيرة تريتون. تريتون وهو المعبود البحري الذي عبده سكان السواحل والجزر اليونانية قبل بوسيدون. وذكروا أن هناك مدناً أقيمت على ضفاف هذه البحيرة الكبيرة وعلى جزرها التي جفت فيما بعد وتحولت إلى بحيرات وسبخات. بحيرة تريتون عبارة عن بحر داخلي صحراوي، وصفه أبو التاريخ الرحالة الإغريقي هيرودوتس أن له 3 منافذ إلى البحار المجاورة، وهي مغمورة تحت كثبان العرق الشرقي الكبير والمنخفضات المجاورة له. إحدى المنافذ يتجه نحو البحر المتوسط شمالاً عبر مجرى وادي الشلف، والثاني يتجه إلى المحيط الأطلسي غرباً عبر ممر تازة في المملكة المغربية.
والثالث يتجه إلى سرت الصغرى خليج قابس الجمهورية التونسية عبر شط فجاج، جفت بعض أجزائها وبقي بعض الأجزاء الأخرى على شكل أحواض، منها الهضاب العليا وحوض قدامس وحوض إليزي ووادي ريغ. وقد أشار هيرودوتس في كتابه الرابع في فقرته 177 عن الأصول الأسطورية للحوادث والشخصيات والشعوب والقبائل والجغرافيا التي توجد على ضفافها مدن مفقودة قامت ثم زالت، وهي اليوم تحت كثبان رمال العرق الشرقي الكبير الذي يعرف محلياً بالواعر. تلك المدن حسب الأساطير كانت تحتوي على موانئ ضخمة ونقاط تجارية كبيرة، أهمها مدينة النحاس بخليج قابس، وهي نقطة تلاقي مياه البحر بمياه بحيرة تريتون الكبرى. هناك رواية أخرى تقول أن منطقة الشطوط هي جزيرة أطلانتس الأسطورية. أطلانتس اسم لجزيرة عرفت بهذا الاسم قبل الطوفان، عندما كان شمال أفريقيا عبارة عن جزر تحيط بها المياه بسلسلة جبال الأطلس بين الجزائر وتونس. وقد تحدث عنها المؤرخ هيرودوتس وأفلاطون 435 قم وديودورس الصقلي، وذكرها أيضاً الرحالة العرب كالإدريسي والتيجاني وغيرهم تحت اسم بحيرة فرعون. وكانت هناك أساطير عربية ويهودية. أيضاً تذكر أن المنطقة هي أرض سيدنا لوط، وهناك من قال أنها أرض سيدنا إبراهيم. وذكر أيضاً في كتاب التوارة تسمية بحر. سوف تدعي بعض الطوائف اليهودية أن المقصود به منطقة الشط، ويعتبرونه لحد اليوم من بين الأماكن المقدسة المنتشرة في العالم التي لها علاقة باليهودية، ولهم في ذلك العديد من القصص. كانت المغير في مرحلة ما تستقطب العديد من العلماء والزهاد للتعليم والتدريس بها، لما لقوه من إقبال وإجلال للعلم والعلماء، إلا أن أثرهم اندثر ومجهودهم ضاع لعدم تدوينه. فقد شهدت المنطقة حركة ثقافية وعلمية اعتمدت أساساً على التلقين الشفهي الذي كان شائعاً لقلة وسائل التدوين وندرة العارفين بالكتابة. تعتبر المغير جزء لا يتجزأ من الحضارة التي قامت بوادي ريغ قبل الجلابيين وأثناء حكمهم، وكل ما حدث بتقرت وقصورها وقراها كان ينعكس على المغير. قلما ذكرت المغير بالاسم عند الكتاب الأوائل المهتمين بهذا الشأن كابن خلدون أو ياقوت الحموي إلا رمزاً، وهذا دليل على أنها لم تكن ذات مكانة تجعلها تذكر. ولم تذكر أيضاً عند المؤرخين والكتاب المعاصرين الذين أسهبوا في الكتابة عن المنطقة، مثل كتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف لمؤلفه الشيخ إبراهيم محمد الساسي العوامر، الذي ذكر فيه عديد التفاصيل حول المنطقة، ولم يأتي على ذكر المغير إلا رمزاً. أما الشيخ محمد الطاهر بن دومة في مخطوطته أخبار وأيام وادي ريغ ذكر فيه كل المناطق تقريباً من أولاد جلالة إلى أواخر ورقلة، ولم يفصل كثيراً حين يذكر المغير. وجدنا كلمة المغير مذكورة في كتاب معجم البلدان لكاتبه ياقوت الحموي، حين تحدث عن المنطقة كلمة واحدة فقط، منطقة المغير الوثنية، يعني أهلها عبدة الأوثان. ما لاحظناه في هذه الكتب والمخطوطات أن هناك جملة كانت تتردد كثيراً، وهي أطراف سوف الشمالية وأطراف قصور تقرة الشمالية، ربما كانت تعني المغير وما جاورها وتجدها مرتبطة، أي هذه الأطراف دائماً بالمجهول، وكأن كتاب هذه الملاحظات لم تكن لهم دراية مطلقاً بما يحدث بتلك المناطق، فهي معروفة بجمادها وليس بعنصرها البشري. السكان سكان المنطقة في التاريخ القديم من شعوب القرن الإفريقي، والذين عاشوا على الحدود الجنوبية لليبيا التي أخذت حدودها على حواف وادي نيغريس وادي جدي حالياً. هذه الشعوب من المؤكد عند أغلب المؤرخين أن أصولها هجرات من أثيوبيا والسودان، يؤكد ذلك خط الواحات المتجه شرق من غرب. هؤلاء هم الجيتول الذين تحدث عنهم الرومان، وهم أقدم ما عرف من سكان في المنطقة، وهم الأجداد الأوائل لسكان الصحراء. كان ذلك حوالي القرن السابع قبل الميلاد في العهد الفينيقي، وإن كانت دولتهم لم تؤلف سوى إقليم ضيق لاتجاهها نحو البحر. كان لا يزال أهل الصحراء في ذلك الوقت يمارسون صيد الأفيال. كان الفينيقيون يملكون منها قطعاناً يزيد عدد الواحد منها على 300 فيل. كان هؤلاء الصيادين يجوبون المناطق الرطبة مثل وادي ريغ، كما نلمس العديد من الدلائل على هذه العلاقات من البقايا التي وجدت على طريق التجار الذين قادوا القوافل حتى النيجر جنوباً. من هذه البقايا المؤكدة وجدت على شكل قطع ذهبية على طريق التجار قرب منطقة الحجيرة. لم يحتل الرومان هذه المناطق في توسعاتهم، بل اكتفوا بتسيير دوريات لحراسة وتفقد طرق التجارة.
قاموا ببناء بعض الأبراج في منطقة الزاب حدود التوسع الروماني تتبع تقريباً مجرى وادي جدي، إذ لم يعثر على آثار رومانية في المنطقة. الذاكرة الشعبية المحلية ما زالت تحتفظ بذكر جيوش الرومان جمع فيروة. بعض الروايات عن جيش الرومان الذي قضى عليه البدو قرب تمرنت 50 كلمة شمال مدينة توقرت، وجيشاً آخر غرق في مستنقعات تماسين 10 كلمة جنوب توقرت. كما وجدت تجمعات اليهود منذ القديم في هذه المناطق والصحراء عموم آن. يتحدث سترابون عن مجموعات يهودية تجارية وزراعية استقرت منذ القرن الثاني الميلادي. كان له دور بارز في تمويل القوافل التجارية التي جابت الصحراء، وكان موقع تقرت على أهم خطوط تلك القوافل، والتي كان بفضلها ازدهار المنطقة باتصالها بالجنوب الواسع حتى النيجر والسودان الغربي والشمال، حتى الساحل المتوسطي والشرق، حتى بلاد النيل والنوبة والغرب، حتى الساقية الحمراء. هذه المعطيات أكدتها كتب الرحالة والمستكشفين الأوروبيين مع مطلع القرن التاسع عشر. قبيلة ريغا أو بني ريغا، والتي ذكرها ابن خلدون، فرع من العائلة البربرية الكبرى زناتة، تكون قد هاجرت إلى الإقليم في حدود القرن الخامس الميلادي. هذه المجموعة كما أكد أيضاً هي التي ساهمت في إعمار وازدهار المنطقة. يذكر فيرو أن سكان المنطقة هم نتاج التمازج العرقي بين الزنوج القدامى، لا نقول الزنوج القدامى بل نقول السكان الأوائل في المنطقة، وبربر زناتة القادمين من الشمال تحت وطأة صراعاتهم الداخلية وضغط الرومان. أما العدواني يذكر أن أول من سكن المنطقة هم يهود، ويذكر أنهم من عقب هجوج بن نكران سكان خيبر القدماء، ويضيف أن اليهود الذين يسكنون القصور في الصحراء ينحدرون من بني عبد الدار أبناء قصائي. وفي موضع آخر يقول: القصور بطولها وعرضها مسكونة باليهود والنصارى، لتأتي بعدها دخول القبائل الهلالية إلى شمال إفريقيا في القرن 11 ميلادي أثناء حكم الحماديين، وبين تحالف معهم أحياناً وضدهم أحياناً أخرى، تسنى لهم الولوج إلى المنطقة والسيطرة على أغلب قصور وادي ريغ وورقلة. الرواغة الكلمة مشتقة من منطقة وادي ريغ، فنقول ريغي للفرد ورواغة للمجموعة، وقد تعددت الروايات حول أصل التسمية ونسب سكانها. يقول الشيخ التيجاني النصيري أن الاسم محرف عن كلمة الوادي المدفون، ويعود سبب دفنه إلى عقاب أنزله الله على أهله لشدة المنكرات التي كانوا يقترفونها حسب قوله ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. يقول إن أول قبيلة حطت رحالها في المنطقة هي قبيلة أريغة البربرية، التي كانت مضاربها على ضفاف الوادي الذي أصبح فيها ويحمل اسمها. أما ابن خلدون فقد وصفه وحدد موقعه حين قال ريغة وسنجاس من بطون مغراوة. أما إذا فحصنا الدلالة اللغوية للكلمة نجد أن ريغ جمع رياغ، وهو التراب، أي أرض التراب أو أرض الرمال، وتعني بالأمازيغية السبخة أو الأرض المالحة. هذا ما ينطبق على المنطقة وما نفهمه من قول ابن خلدون أن ريغا وسنجاس من بطون مغراوة الذين اختطوا القرى الكثيرة وسكنوا قصور ريغ القديمة مثل تالت هي غمرة القديمة، وسفاوت وثغلات وقداين وقصر غانم وتوجين، أن تلك المنطقة كانت تسمى ريغ قبل أن يصل إليها بنو ريغا. لذلك لابد أن نوضح أن هناك خلط كبير في المفاهيم حول هذا اللفظ، فنجد أن هناك مغراوة وهناك ريغا وهناك ريغ وهناك رواغة ووادي ريغ، وكل واحدة منها لها معنى مختلف. مغراوة هي بطن من بطون زناتة الأمازيغية، تمكنوا من فرض سيادتهم على بلاد المغرب، وكانت لهم الزعامة على سائر قبائل زناتة. شعوبها وقبائلها كثيرة جدا، منهم بني يليث وبني زنداك وبني رواو وارتزمير وبني أبي سعيد وبني ورميغان والأغواط وبني سنجاس وغيرهم، ومن بينهم أيضا بنو ريغا. بنو ريغا هو عرش قائم بذاته، ترتكز حاليا بالمنطقة الجنوبية لولاية سطيف، كانت تبسط نفوذها في القرن الخامس ميلاي أي في العهد النوميدي من أم البواقي شمالا إلى بسكرة جنوبا وأدي سوف ووادي ريغ بالجنوب الشرقي. الرواغة هم من ينتسبون أو تعود أصولهم إلى هذه القبائل، أي بنو ريغا أوريغ أو أرض ريغ، وهي الأرض المالحة، وهذا ما عرفها به المؤرخون الأوائل عن المنطقة. كما قلنا وادي ريغ هو تسمية ليست قديمة بل حديثة العهد، أطلقت على المنطقة، وهذا ما ذكره الشيخ عبد المجيد حبة وأكده عنه الدكتور صلاح الدين باوية في لياذته.
قبل ذلك كان يعيش بالمنطقة المهاجرين الأوائل من القرن الإفريقي إثيوبيا والسودان الذين عمروها بداية القرن السابع قبل الميلاد، حاملين معهم ثقافتهم التي لا يزال منها الكثير. وهذا يفسر ذلك الشبه في بعض العادات وطريقة العيش بينهم وبين العديد من سكان المنطقة. ثم جاء اليهود في القرن الثاني للميلاد، ثم العرب في القرن 11. أما مفهوم أن الرواغة هو نتاج تزاوج أو خليط بين البربر والزنوج وبقايا العبيد، فهذا كلام غير مقنع، ولهجته فضة استعمارية فيها انتقاص لمن عمرو المنطقة. والمصادر الفرنسية التي ذكرت ذلك، الرحالة فيرو، حتى وإن كان بها شيء من الصحة فهي دائما خبيثة وموجهة، حيث أن المنقطة كانت تسمى ولوقت طويل باسم ريغ فقط. نفس الكلام يطبق على القبائل الهلالية التي سكنت المنطقة واختلاطها بالسكان. فالقبائل العربية سكنت في البداية على تخوم تلك القصور، وبدأ الاختلاط شيئا فشيئا، لكن ذلك الاختلاط لم يكن عاما بل نسبي، لأن وجودهم في المنقطة كان موازيا لصراعات سياسية وقبلية كثيرة، فبقي كل منهم محافظا على عاداته وتقاليده وطريقة عيشه. ونلاحظ ذلك إلى يومنا هذا، فالعائلات من الأصول العربية الهلالية الأصيلة لها عادات مختلفة عن العائلات الريغية، بل وحتى اللهجة مختلفة. وهذا يدعم فكرة أن الاختلاط منذ البداية كان نسبي. وقد حدث أن هناك عائلات من أصول عربية اندمجت اندماجا كليا مع الرواغة إلى درجة أصبح فيها من الصعب التفريق بينهم أو البحث في منبعهم. ولو قارن بين سكان وادي ريغ الأوائل وسكان القرن الإفريقي كإثيوبيا والسودان، فلن نجد اختلافات كثيرة، لا من حيث الشكل ولا من حيث العادات والتقاليد ولا من حيث تشابه اللكنات، حيث توجد بعض الكلمات والمفردات مشتركة بينهم ومنبثقة أغلبها من اللهجات العربية القديمة التي حملوها معهم. وهذا معروف أن تلك القبائل كان لها تواصل مع العرب منذ القدم، وهذا دليل آخر على أن العربية كانت موجودة ومتداولة بشكل أو بآخر ومعروفة في المنطقة قبل دخول الإسلام وقبل الهجرات الهلالية، بل وهم من ثبت زراعة النخيل والاعتناء به، ونجد ذلك في طرقهم المتشابهة لحد كبير مع سكان المنطقة. قدوم بنو ريغا إلى المنطقة واختلاطهم بسكان المنطقة ومساهمتهم في بناء القصور وإنشاء حضارة محلية مهما كانت، فهي لم تلغي وجود السكان الأوائل الذي عمروا المنطقة وانشغلوا بزراعة النخيل، بل ساهمت في بعث جيل جديد متفرد. انغلاق السكان الأوائل على أنفسهم واتخاذ العزلة عن باقي العالم هو سمة تميزهم، كما تميز جميع القرى والتجمعات الإفريقية الصغيرة التي هاجرت من موطنها الأم. هذا الانغلاق ساهم في تثبيت نسلهم وعاداتهم وتقاليدهم عبر عصور من الزمن. من خلال ما قلناه، فإننا نستنتج أن المغيرة قد عرفها الإنسان وسكنها منذ مئات السنين، وشهدت خلال هذه الفترات تنقلات وتغيرات، حيث أن التجمعات السكانية كانت في كل مرة تتخذ موقعا جديدا على حسب متطلباتها المعيشية. فقد قامت عدة قرى كانت تسمى بأسماء أمازيغية، ومنها من له أسماء عربية تعمر مدة من الزمن ثم تندثر وتقوم على أنقاضها قرى أخرى. موقع المغير الاستراتيجي الذي جعلها تتوسط مدن كبرى كالزيبان ووادي سوف وتقرت، جعل الكثير من سكان هذه المناطق يستوطنون المغير، بالإضافة إلى بعض الأقوام الذين أتوا من شتى الأصقاع، وقد لمح إليها ابن خلدون وسماها الزاب الصغير. تلك التحركات البشرية والقرى كما قلنا منها من اندثر ومنها من انبثق عنها عدة قرى وحواضر موجودة حاليا. ولو أخذنا رؤية شاملة للوضع السكاني للمنطقة منذ الفتح الإسلامي، نجد المجتمع مبنيا على طبقتين، هما البدو الرحل وسكان الحضر، وكلاهما تعرض لتغيرات جذرية. فالبدو الرحل هناك من غادر وهناك من تمدن، وسكان الحضر هناك من استقر وعمر وهناك من غادر، بالإضافة إلى تعاقب الأسر الحاكمة والمستعمرين الذين بسطوا يدهم على المنطقة. بعد الفتح الإسلامي خضعت المنطقة لحكم بني الأغلب، ثم حكم بني رستم، وفي عهد بني حماد خضعت لبني رومان نواب بني حماد على الزاب المقيمين في بسكرة، وفي عهد بني مرين خضعت لبني يوسف يرسف الريغيين المقيمين بتئرت، إلى أن افتكها منهم بنو حفص فأصبحت خاضعة لبني مزني. وفي العهد العثماني خضعت لبني جلاب الذين امتدت سيطرتهم إلى أولاد جلال. الحشاشنة عنصر رئيسي من سكان وادي ريغ عموماً، والمغير خصوصاً لكثافة عددهم. يقال إن التسمية ليست نسباً مستقل، وإنما لا تعد أن تكون وصفاً مرتبطاً بنشاط فلاحي وزراعي مناطه غرس النخيل.
فرجال الحشان هم الفلاحون أو رجال الأعمال، والتكسب مما تجود به حرفتهم الأنفة الذكر، وكأنهم يقولون أن للنخلة رجال وهم نحن. وهناك رواية رغم ضعفها التاريخي إلا أنها تقول أن أصل التسمية تعود إلى الولي الصالح سيدي الحشاني وأتباعه بوادي ريغ والزاب الأسفل، كما ذهب إليه شارل فيرو في قوله أن جد الحشاشنة أصحابي اسمه حسان من أصحاب عقبة بن نافع استشهد معه في معركة تهودة، وأن الاسم قد تحرف من حسان إلى حشان. كبار السن في المنطقة لديهم صعوبة كبيرة في تحديد هذه الهوية أو الأصل، تختلط لديهم الأسطورة والواقع التاريخي. عندما نسألهم عن أصلهم يرددون عبارة: نحن من رجال الحشان، فلا شجرة ولا انتماءات، أكثر من العائلة الكبيرة التي لا يستطيعون مدها إلا أكثر من جيلين أو ثلاثة، وهم لا يعيرون اعتباراً لهذه المسائل، مثل جيرانهم البادو المتمدنين من أولاد النايل أو أولاد السايح وغيرهم الذين يعتبرون مسألة الشجرة والأصل أساسية ويولونها أهمية كبيرة بمجرد الحديث معهم حول مسائل النسب والانتماء والشجرة. وهذا مرجعه بالخصوص إلى طبيعتهم الفلاحية المستقرة التي تولي الاهتمام في الانتماء إلى المكان، عوض النسل وقرابة الدم. فكالقرايب فإي لغتهم المحلية هو ولد عمي، مهما كانت درجة القرابة ونوعها. لكن لابد الإشارة إلى أن اسم الحشاشنة معروف أنه يطلق على أصحاب البشرة السمراء، وكأنه وضع من أجل التموقع الاجتماعي. فكما نقول هذا نايلي وهذا سيحي، نقول هذا حشاني أو يقال ريغي. وكذلك للتفريق بينهم وبين أصحاب البشرة السمراء والسوداء القادمين من مناطق أخرى، حيث أن هذا المصطلح يستعمل في هذه المنطقة للتعبير عن فئة. في الجزائر موجود هذا الاسم كألقاب عائلية أو أسماء شخصية لها خلفيات أخرى غير ما نقصده هنا. هذا دليل آخر على التنوع البشري في المنطقة الذي كان تحكمه القبلية، حيث إن الاختلاط بينهم كان محدوداً، أي بين الحشاشنة والبدو. فالحشاني القديم كان متمسكاً بكل ما يملكه، فتجده لا يبيع نخيله ولا يزوج أبناءه وبناته إلا للقريب منه جداً، ولا يشارك أملاكه وأشياءه إلا مع من يعرفه أشد المعرفة، وكان لا يرتحل أبداً ولا يغير منزله مهما كان السبب، ويعتز بأبسط ممتلكاته أو ما يرثه من أبويه، وكان محباً للعزلة غيوراً شرساً على حرماته، وهذا ما جعل حياته ثابته متوارثة أباً عن جد. الفرق إذا بين الريغ والحشاني هو أن الرواغة هم السكان الذين تنحدر أصولهم من قبيلة بنو ريغة، والحشاني هو من تعود أصوله لقبائل القرن الإفريقي التي لا تهتم عادة بالإنساب. انصهر الجميع في المجتمع وكونوا علاقات أسرية منذ عشرات السنين، إلى درجة أنك لا تستطيع حالياً التفريق بينهم. ولأن نشاط زراعة النخيل لا يقتصر على الحشاشنة فقط، فلا نستطيع أن نقول أن هذه التسمية أتت نسبة لهذا النشاط فقط، وإنما مرتبطة بعقيدة أن هذا الفصيل هو ابن الأرض وابن النخلة الأول، وأن العلاقة بينه وبينهما لا تنحصر في زراعة النخيل فقط، بل هناك أفكار ومعتقدات بين الحشان والأرض لا يستطيع أن يفهمها أو أن يصل إليها أي وافد على المنطقة، وهي خرافات ومعتقدات دينية، معتقدات دينية قديمة وفلسفية تربط النخلة بالسكان الأوائل وانتقلت منهم إلى أحفادهم بجميع مخلفاتها. رجال الحشان. تقول الرويات أن رجال الحشان هم سلالة شخص من أصحاب الفاتح عقبة بن نافع، كان مجاهداً شجاعاً نال إعجاب عقبة، فمنحه أرضاً ممتدة من بسكرة إلى وادي ريغ استقر بها وعمرها، وكانت له ذرية وأحفاد كثر احتفظوا باسم الحشاشنة وعرفوا به عند غيرهم. أما رجال الحشان فهم من ينتسبون إلى هذه السلالة أو من تأثروا بهم ويوصفون بالقوة والبأس والزهد وخدمة الأرض وقربهم من الأولياء والصالحين، حيث كانوا يجتمعون كل عام في مكان اسمه راس الواد لإقامة زردة كبيرة تستمر يومين يشرف عليها عادة بعض أفراد عائلة سيدي محمد العيد، مقدم الطريقة التيجانية بتماسين، ويجلبون معهم البخور والشمع، فيصلون وينشدون ويرددون المدائح والأذكار ويجذبون على وقع البندير. وحسب الروايات أيضاً فإن سيدي الحشان مدفون بواحة في سيدي عقبة. ويقول محمد طاهر بن دومة في كتابه أخبار وادي ريغ أن رجال الحشان كلمة تطلق على كبار الفلاحين، والحشان هو الفسيل من النخل، أطلق هذا الاسم عليهم لجلبهم الفسيل من الزاب من عهد بعيد قريب من عهد ميلاد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أي قبل الميلاد. في ذلك العهد كانت لغة البربرهية الرسمية بهاته الناحية، ويقال لهم بها ريازان تيزدايت.
أي رجال النخلة، لأنهم يعتقدون أن النخلة لها تأثير في الوجود، فكل أحفادهم بعدهم يقولون نحن رجال الحشان دون معرفة السبب، فقط أن آباءهم قالوا ذلك. الأكيد أن للكلمة أبعاد أخرى لم يتسنى للمتابعين معرفتها. أصل التسمية: أي مدينة أو قرية في الجزائر تخضع لعدة عوامل تتداخل فيما بينها لتنتج تسمية تمثل في الغالب إسقاطا لها، فنجد مدنا اتخذت تسميتها من طبيعتها أو تضاريسها أو جغرافيتها، وهناك ما أخذ اسم ملاكها أو سكانها لتسهيل معرفتها وتحديد مكانها، مثل ما نقول أرض فلان أو زاوية فلان أو كدي فلان. وهناك مناطق سميت تيمنا بأشخاص مروا بها وتركوا أثرهم عليها، كما نجد مدن أو قرى أخذوا أسماء بناء على مقاييس أو أهواء سياسية لأنها تابعة لشخص واحد، قائد قبيلة أو حاكم أو هيئة تملكه لها سلطة، اتخاذ ذلك الاسم حكومة أو دولة، مثل تسمية الأحياء أو الشوارع أو التجمعات السكنية الحديثة التي تقرها الدولة دون اللجوء لاستشارة سكانه كإجراء إداري. وهناك مدن توارث أهلها اسمها عبر العصور حتى غاب عنهم تعريفها أو سبب تسميتها أو من أطلق عليها ذلك الاسم. وفي كل الحالات إذا تفحصنا الأسماء القديمة للمدن الجزائرية فإننا نجد أن معظمها ذو أصل محلي يرتبط معناها في الغالب بالبيئة الطبيعية التي وجدت بها أي شيء يخضع لمقياسين. في التسمية الأول هو المعنى اللغوي، والثاني المعنى الاصطلاحي، أي الرويات المحلية والقصص التي يتناقلها السكان حول سبب التسمية، وهذا ما سنحاول تطبيقه على تسمية مدينة المغير. هناك عدة روايات، منها ما هو منقول شفهيا ومنها ما هو مكتوب، لكن اجتمعت في شيء واحد وهو ضعف الرواية، بحيث أن كل القصص غير واضحة المصدر ومتضاربة فيما بينها، مما يجعلها هشة ولا يمكننا القياس عليها. نأخذ مثلا هذه الرواية لأحد الكهول الذين ورثوا هذه القصة من جده، فيقول أنه في قديم الزمان مر بالمنطقة رجل صالح، فاستضافه أحد السكان في منزله وأكرم ضيافته من طعام وشراب، وعندما حل الليل وضع صاحب البيت فراش الضيف خارج المنزل، بحكم أن منزله ضيق وليس فيه متسع، وكان الجو حينها حارا، فلم ينزعج الضيف من ذلك، بل قدر الموقف وشكر صاحب البيت على كرمه وما فعله معه رغم قلته وبساطته. اتكأ الضيف على الحصيرة ووضع شاشه وعمامته وكل متاعه عند رأسه ونام. عند الفجر استيقظ الضيف فلم يجد شاشه المرصع، بحث عنه هنا وهناك فلم يجده، دق الباب على مستضيفه فلم يلقى ردا ولم يفتح له الباب، فجمع متاعه وهم بالرحيل، وقبل مغادرته قام بالدعاء على المنطقة وأهلها بأنها لن تتغير وستنزع عنهم وعن أملاكهم البركة وأن يسلط الله عليهم طبائعهم. فلما سمع أهل البلدة بذلك بحثوا عن الرجل الصالح للاعتذار منه وإقناعه بأن ما حدث لم يكن مقصودا، فلم يجدوه وضلوا على وضعهم. وبقيت على حد قول الراوي: هذه اللعنة لن تزول إلا بإيجاد ذلك الرجل وطلب المغفرة منه وتعويضه على ما حدث. لكن هناك بعض القصص والأقوال التي لا بد من ذكرها. أول ملاحظة نلاحظها قبل سرد تلك الروايات هو أن هذا الاسم منتشر في بلاد الشام، وهذه بعض المناطق التي تحمل نفس الاسم: المغير جنين، مستوطنة في فلسطين المغير إربد، بلدة أردنية تتبع إداريا محافظة إربد. المغير المفرق، بلدة أردنية تتبع إداريا محافظة المفرق. المغير نابلس، بلدة فلسطينية تتبع إداريا محافظة نابلس. المغير رام الله، بلدة فلسطينية تقع قريبا من مدينة رام الله. المغير سوريا، بلدة سورية تتبع إداريا محافظة السويداء. المغير طبلستان، بلدة سورية محتلة تتبع إداريا محافظة القنيطرة. المغير حما، قرية سورية في محافظة حما. حاولنا التواصل مع بعض الإخوة في تلك المناطق وسألناهم عن أصل التسمية أو سببها، وجدنا أغلبهم يتخبطون في نفس المشكلة. من الإخوة في فلسطين من حدثنا أنه بسبب كثرة المغارات لديهم، رغم أن هذه الرواية غير موثقة لديهم بل تناقلتها الألسن ولا يعرف مصدرها، لكنها تبقى احتمال وارد. وهناك في الأردن من يقول أن الاسم مشتق من اسم كبار العشائر والقبائل التي تسكن تلك المنطقة. حاولنا أن نبحث عن إمكانية وجود علاقة بين مغيرنا الحبيبة وباقي المناطق التي تحمل نفس الاسم، لكن لم نجد ما يستحق الذكر، مع وجود ملاحظة هامة هي تشابه بعض الألقاب الموجودة هنا مع ألقاب مشرقية مثل بدرة، سعد الله، وشطي، لكن لا ندري إن كان هذا صدفة أو أن للتاريخ دخل. كما هو معلوم أنه توجد العديد من المغارات في الجهة الغربية للمدينة، وحسب بعض الأهالي أنها كانت تستعمل مخابئ للمجاهدين
في الحقبة الاستعمارية، ما يجعل احتمالية اشتقاق اسم المنطقة من وجود تلك المغارات وارد. هناك بعض الحديث أيضا على أن تلك المغارات تشكلت طبيعيا وهي قديمة جدا، وبحكم المكان الاستراتيجي الذي تحتله، حيث أنها تقع قريبة من مفترق الطرق الفاصل بين 3 مدن كبيرة الزيبان وسوفا ووادي ريغ، فكان يستعملها قطاع الطرق آنذاك للاختباء بعد قيامهم بالإغارة على القوافل التي تمر من هنا. هذا ما يجعل احتمالية اشتقاق اسم المنطقة من تلك الغارات أمر ممكن أيضا لو فعلا كانت كذلك. ذكرت رمزا كأطراف سوف الشمالية وأطراف قصور تقرة الشمالية محمد الطاهر بن دومة. هناك من قال أنه بسبب كثرة تحولها من مكان إلى آخر، وكذلك لسبب أنها نقطة تغير في الطبيعة والمناخ واللهجة. الاحتمال الثالث هو تعرض الكلمة للتحريف، خاصة إذا علمنا أن هناك العديد من مدن وادي ريغ لم تكن تنطق كما نعرفها الآن. وكمثال نأخذ ورجلة كانت تسمى ورجلان، فرق كبير بين الكلمتين، وهذا ما لاحظناه في الخرائط الأمازيغية القديمة التي نرى فيها بوضوح منطقة المغير مكتوبة باللغة اللاتينية ماجير، وحين نتتبع وثائق المستعمر الأولى نجد أنه يكتبها مرايير. هذا يضعنا أمام احتمال أن الكلمة أمازيغية. لم نجد من يفسر لنا الكلمة المكتوبة باللاتينية، وحين بحثنا عن مرادفات الكلمة بالأمازيغية وجدنا أنها تعني تقريبا أسوار القلعة، وهناك من قال أنها تعني نبتة الجرجير. تحريات شخصية ومقابلات مع بعض الطلبة من جامعة باتنة بناء على ما قلنا في الاحتمال الرابع. فقد كثفنا البحث في القاموس الأمازيغي وسألنا بعض المختصين في اللغة الأمازيغية. رجح البعض اشتقاق كلمة المغير من كلمة تامغرت وتعني الكبرى، وبعضهم من فسر كلمة تامغرت على أنها الأرض التي تم إنشاؤها بجهد بشري لجعلها صالحة للعيش، وهناك من قال أنها قد تكون مشتقة من كلمة تامغيلت وتعني أرض المؤمنين، حيث أن كلمة تامغيلت أشتق منها كلمة أمغيل، وهناك من ينطقها أمغير ومعناه المؤمن. أرض المؤمنين هو الاحتمال الأقرب. لو علمنا أن المنطقة كانت مليئة بالزوايا والعلماء وطلبة العلم، ولو حاولنا دمج الكلمتين لحصلنا على التعريف التالي: المغير معناه الأرض التي أنشأها مجموعة من الأشخاص المؤمنين لجعلها صالحة للعيش. تحريات شخصية ومقابلات مع بعض الطلبة من جامعة تيزي وزو، والاستعانة بالمعجم العربي الأمازيغي الأستاذ محمد شفيق من المغرب. هناك العديد من الروايات الأخرى قد تصنف في خانة الأساطير التي لا يمكن أن يعتد بها لأنها خارجة عن المنطق، مثل قصة الصحابي عبد الله بن مرج الذي يقال أنه في ترحاله مع مجموعة من الصحابة وصلوا إلى منطقة المغير باتوا فيها، وفي الصباح وجدوا سيوفهم لصق بها الصدأ، فقال عقبة: سمو هذا الموضع بالمغير. هذا الاحتمال ضعيف جدا. تاريخ العدواني صو 299 ذكر في كتاب سجل أسماء العرب المجلد الثاني الصفحة 906 هو مجموعة موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب، شارك في تأليفه العديد من الكتاب والباحثين. حرفيا أن المغير من غوئر أي من أتى المغور، وهو كل منخفض من الأرض، والذاهب فالأرض، أو من اشتد فالعدو وأسرع، ومن يأتى القوم لينصروه. المغير من غائر المفضل والحريص. نفهم من هذا أن كلمة المغير هي عبارة عن مصطلح جغرافي يطلق على أي منخفض أرضي، وهذا ليس بجديد. فكلمة الجزائر مثلا هي أيضا عبارة عن مصطلح جغرافي يطلق على أي عاصمة يقابلها مجموعة جزر صغيرة. هذا الاحتمال هو الأقرب للصواب لأن له أساس علمي يبعدنا عن أي تكهنات أو تأويلات أخرى، وهذا ما يفسر أيضا وجود هذا الاسم في عدة مناطق في العالم العربي تتشارك في نفس الجغرافيا، أي منخفضات أرضية. ومنه نستخلص أن المغير كلمة عربية صريحة، وهي مصطلح علمي جغرافي بمعنى المنخفض الأرضي، والجميع يعلم أن المغير تنخفض عن سطح البحر ب35 متر في شط ملغيظ و40 مترا في شط مروان، مما يجعل هذا الاسم إسقاطا واضحا لجغرافيتها. خلاصة: المعنى اللغوي للكلمة أصبح واضحا، وهو أن الكلمة مصطلح جغرافي تعني منخفض أرضي. عدم ذكرها عند المؤرخين الأوائل المهتمين بالعمارة والأنساب هو دليل أنها لم تكن ذات شأن. المؤرخين المعاصرين لم يذكروها أيضا، رغم أنهم ذكروا القرى والقصور القريبة منها، وهذا يوحي أنه لم يكن هناك شيء يلفت انتباههم يستدعي ذكره أو التركيز عليه، لأنها منطقة مجهولة تاريخيا ولم تقم عليها دراسات علمية مركزة. ذكرها المستعمر الفرنسي في بدايات الاحتلال كاختصار يقصد بها المنطقة ككل التي تضم دندوقة وإنسيغا والزاوية
ومارزو وحتى شطم الغيظ، لأنه كان يسمي باقي القرى بمسمياتها المعروفة. ظهر اسم المغير بشكل واسع وكبير في الكتب والخرائط بعد إنشاء المدينة الجديدة التي بناها المستعمر الدشرة، وكانت متاخمة للزاوية. الزاوية هي المغير القديمة. أغلب السكان المحليون يطلقون عليها اسم الزاوية تكريما وإجلالا للزاوية التي كانت موجودة بها، وهي زاوية مبارك الصايم. أما القادمون إليها فيعرفونها باسم المغير، وجعلها مقرات للمباني الحكومية ومنازل للمعمرين، وبدأت بالتوسع شيئا فشيئا. الاسم إذا كان موجود ومعروف، لكن المستعمر وضعه على المدينة الحالية لتكون عاصمة لكل القرى والقصور المحيطة به بداية من سنة 1888 تزامنا مع إنشاء المجمع الفلاحي بلورير قرب نسيجة، بحكم أن الزاوية هي أكبر القصور الموجودة ومقر سكن العلماء والوجهاء، كما بينته الخرائط القديمة التي تضع اسم المغير على المنطقة ككل، وأحيانا نجدها تفصل بين المغير ونسيغة، فيذكرون معا. بعد الاحتلال الكامل للمنطقة واستتباب الوضع نسبيا للمستعمر، وضع تركيزه على إعمار المنطقة من خلال بناء مستوطنات يستهدف منها جذب السكان إليها، وكذا إنشاء المجمعات الفلاحية بغرس الآلاف من النخيل واستقدام العمالة من القرى والمدن القريبة، فجعل من المغير مركزا للعمليات والمراقبة. بدأت تعمر المغير الحالية خلال تلك الفترة بداية بنزوح العديد من سكان القرى المحيطة إليها واستقرار البدو، وبدأوا ببناء المساكن وإنشاء كيانات حضرية توسعت وكبرت في وقت قياسي لتوفر أسباب العيش والمقومات المدنية والنظام الذي وضعه المستعمر من أجل جعل كل شيء أمام عينه، كما قدم هبات وأراضي وامتيازات لبعض مشائخ القبائل ولكل من وقف معه وساند مسعاه في احتلال المنطقة، كما وضع حصارا ممنهجا لمتابعة تحركات السكان والتضييق على الثورة، وكل من يعيش خارج هذا المدينة يعتبر مشتبه فيهم، فيمارس عليهم سياسة الأرض المحروقة من أجل ترهيبهم وحملهم على ترك أراضيهم ومنازلهم. واستعمل أيضا سياسة فرق تسد بنشر التفرقة والعنصرية بين السكان وباقي القرى والبدو من أجل تثبيت مركزيته وقوته. الحركة الوطنية. أطلق القائد سلحواس على المغير لقب الأوراس الثانية سنة 1956 لما لها من أدوار هامة ومواقف مشرفة أثناء الثورة التحريرية، وهذا ما أدلى به سكرتيره في مذكراته، وقال فيها الشاعر مفدي زكريا في إلياذته الشهيرة بيتا يقول فيه: ويذكى المغير غيرتها، فتنصب نحو الصراع الطويل ستوحين. الحركة الإصلاحية تمثلت في عدة شخصيات على رأسها عبد المجيد بن حبة والشيخ علي خليل، الشيخ الأخضر بن ثابت، محمد الصايم، عبد الله قسوم، مدنية بدرة، الصادق زغيدي، سعد بن الدراجي، عبد الرحمن المسعدي، محمد المصمودي، العروسي بن حويتي، وغيرهم كثيرون، والذين قاموا بتأسيس مدرسة النجاح التي تخرج منها الكثير من أبناء المغير. تسيلا اثنين. الحركة السياسية تمثلت في عدة أحزاب بقيادات فذة، أهمها حزب البيان الديمقراطي الذي احتضنه سعيد بوشمال وأخوه الطاهر وعيسى زغيدي ورحمون عيسى والسعيد الحنشي ومحمود قادري، حزب الشعب الذي احتضنه الدراج بن العلمي وإبراهيم ثابت، الحزب الشيوعي الذي احتضنه بوبكر بن الحاج رحمون ومحمد الشريف قادري ومحمد بن جعفر وعبد الله بالحشاني ومحمد الأخضر بوليف ومحمد الضغير بن حميدة. هذه الحركات أنتجت العديد من الأسماء والرموز الذين ساهموا في توعية الشعب، ومنهم الأزهري ثابت وطلحة أحمد بوحنية وإبراهيم بوزوايد وبدر مبارك، العلمي بالقاسم والعلمي مختار وأحمد صحراوي وبوبكر العايز ولحسن الصايم، إبراهيم بن علي بوحنيك ورشيد الصايم وعبد الوهاب بن علي خليل ومحمد الصالح باوية وعبد الحميد أرميط وأحمد بن راشد وبراهيم قسوم ويحيى طلحة وعبد الرزاق قسوم وعثمان بوزقاق ومحمد زغيدي البرجي وصحراوي السايح والعيد بن رمضان وبرابح إسماعيل وبرابح البشير وبرابح علي والبري محمد وأحمد بوزقاق وموسى شهرة ومحمد شهرة والبشاقة بن عدي وجمال بن العلمي وبشير بوزوايد والأزهري رزوق وموسى بن راشد وبن رابح الطاهر وخالد بوزوايد والحاج الصايم ومحمد الطاهر قسوم وعمر قسوم والصايم فاروق وعبد القادر الجروني، والعديد من الأسماء التي لم نتمكن إحصائها، لكن هذا الكم من المثقفين الذين أنتجتهم المغيرة في تلك الفترة دليل على مدى الوعي السائد آنذاك، حيث أن أغلب هؤلاء درس في المغير وأكمل دراسته بعدها في الزيتونة أو كبرى المعاهد الوطنية. التأسيس
يذكر بعض المتتبعين لتاريخ المدينة من الأعيان أن المغير شهدت عدة تنقلات وتغيرات في موقعها بلغت 11 مرة حتى وصلت لمكانها الحالي، وذلك لعدة أسباب، وفي كل مرة يحدث تنقل تنجر عنه عدة نتائج. من بين تلك الأسباب هي الحروب التي كانت توضع بها المنطقة. في البداية كان بالمنطقة قصر دندوقة وتميد ونت ومساكة وماريزو، بالإضافة إلى فطنيسة سكنها بنو ريغة وتوجين إلى غاية الإمامة الرستمية، أين تغيرت الأوضاع وبدأت الحروب يصل صداها وتبعاتها إلى المنطقة، حيث داهم العبيديون أئمة الرستمين متقفين إثرهم بعد الانقضاض على دولتهم، فقتلوا وخربوا وشردوا. ومع تفاقم الفتن وبروز الصراع السياسي والمذهبي صار الإقليم ككل مجالا لمعارك طاحنة بين أنصار الموحدين والمرابطين والإباضيين، وصار الموت يهددهم في كل مكان وزمان، مما اضطر أغلبهم لترك المكان والهجرة، حيث أن أغلب القصور الشمالية لوادي ريغ هجرها سكانها الأوائل جنوبا، وخلفهم من بعدهم بعض القبائل العربية استكمالا للتنظيم الإداري. وبعد صدور قانون السيناتور كونسويلت تم تقسيم القبائل إلى دواوير في الفترة ما بين 1800 و 1995، وقد كانت المداشر في وادي ريغ بمثابة الدواوير في الشمال، وقد بلغ عددها 5 تجمعات قبلية، ثم تم تجميعها في بلديات سنة 1965، والتي انبثقت عنها بلدية تقرت. وعقب انتفاضة أهالي وادي ريغ سنة 1979 طرأت تعديلات جديدة على المستوى السياسي والإداري، إذ أصدر الجنرال دولاكروا القرارات التالية: تعيين الصبايحي السعيد بن إدريس المتجنس بالجنسية الفرنسية آغا على ورقلة بما فيها تقرت. تعيين الصبايحي العربي المملوك قائدا على وادي سوف، وهو رجل إيطالي ادعى أنه دخل في الإسلام. تعيين محمد حرز الله الذواودي من أولاد زكري قائدا على منطقة شمال وادي ريغ، وهي منطقة شاسعة تشمل سيدي عمران، جامعة، تندلة، النسيغة، سيدي خليل، المغير. في 1890 تقسم إلى أعراش: قيادة تقرت، قيادة طيبات أولاد السايح، قيادة سعيد أولاد عمر، قيادة أولاد مولات، قيادة عرب الغرابة، قيادة المقارين وتمرينة. قانون 24 ديسمبر 1902 يقرر التنظيم الجديد للصحراء تحت الحكم العسكري الفرنسي، وتقسم الصحراء إلى أقاليم عسكرية حسب المرسوم لسنة 1905. ينشأ بموجبده الإقليم العسكري لمنطقة تقرت. يؤسس المكاتب العربية. في 13 جوان 1957 تنشأ وزارة خاصة بالصحراء الجزائرية. وفي 7 أوت 1957 تؤسس ولاية الواحات والسأورة، وتصبح تقرت نيابة عملة تضم كل من المغير، جامعة، تقرت، الطيبات، الحجيرة. وأصبح بذلك عرش المغير الذي ضم فرقة سيدي خليل وفرقة إنسيغة وفرقة دندوقة تحت قيادة آل مصرلي، منهم بابا ميدا مصرلي، ثم ابنه إسماعيل، ثم ابنه قنة بن إسماعيل. بعدها تحولت المقيدات إلى بلديات سنة 1952. أصبحت المغير بلدية تضم أنسيغة والمهدية ودندوقة، وسيدي خليل يرأسها قنة مصرلي، وعضوية المعمر قستاف بنور وبعض من الأهالي، وفق ما ذكره الشيخ عبد المجيد حبة في محاضرة ألقاها سنة 1988 بمناسبة الأسبوع الثقافي لمدينة المغير. بعد الاستقلال مرت المغير كبقية مدن الجزائر بمرحلة انتقالية ترأس تلك المرحلة. في البداية السيد بوسحاب العيد عمارة، وبعده عبد الجبار السعودي عن طريق التعيين، وضمت سطيل وأم الطيور والبعاج ونسيغة والمهدية ودندوقة وسيدي خليل بعدها. وفي أول انتخابات بلدية سنة 1967 إلى غاية سنة 1971 ترأسها سليمان سبع بعده، أي من سنة 1971 إلى غاية 1973 ترأسها محمد زغيدي المدعو البرجي تلاها جموع الذيب. أنواع التمور: هناك الكثير من أسماء التمور، ومن الصعب إحصاؤها جميعا، لكن حاولت جمع أشهرها. تتغير أسماء التمور من منطقة إلى أخرى، فتجد تمرة تحمل نفس الشكل واللون ولها عدة أسامي، لذلك وضعت الأسماء المتعارف عليها بالمغير. تنقسم التمور عموما إلى 3 أنواع: النوع الأول وهو الطري الرطب، والنوع الثاني الجاف القاسي. وتختلف الأسماء حسب اختلاف حجم التمرة ولونها وشكلها، فنجد التمر الأسود والأصفر والأحمر والبني والأخضر، ونجد من له شكل كروي وبيضوي والمستطيل، وهناك من لها حجم كبير قد يصل إلى 8 متر، ومنها الصغير الذي لا يزيد عن 1 هيتس. أما النوع الثالث فهو ما فسد من النوعين الأولين ويسمى الجاف، منه حشف، والرطب منه يسمى مخموج ويقدم كعلف للحيوانات. العديد من المنصات الإعلامية وفي بعض مذكرات التخرج يذكر أن الجزائر تحتوي على مايرب 1000 صنف من أصناف التمور متفرقة على عدة مناطق من الوطن، ويذكر أن وادي ريغ تحصي أكثر من 150 صنف، وادي سوف حوالي 70،
وبسكرها أكثر من 100 نوع، وهناك مصادر تزيد أحيانا على ما ذكرته، في حين أن هذه المعلومة خطأ وأرقام مبالغ فيها، ولا أحد منهم استطاع أن يعطينا قائمة لتلك الأصناف توافق الأعداد التي يذكرونها، لأنهم أخلطوا بين نوع التمر وتسميته، يعني نجد نوع واحد من التمر وله عشرات الأسامي حسب كل منطقة، وغفلوا أن كل تحول في شكل التمرة له اسم أيضا. كثرة الأسماء لا يعني تغير الشجرة، فقد نجد تمر النخلة الواحدة يتغير اسمها بتغير شكلها، أي كل مرحلة نمو لها اسم. ونأخذ مثال نوعية الغرس، في البداية يكون لونه أخضر فيدعى بلح، ثم يصفر فيسمى بسر، وعندما ينضج نصفه يسمى منقر، وحين ينضج تماما يسمى غرس، وحين يجف يسمى حشف. ونجد نفس الشيء عند الدقلة النور، تكون بلح، بعد مدة يصبح اسمها بساس، وحين تبدأ بالنضج تسمى مزقون، بعدها تسمى بلحة. ومنها يخرج العديد من الأسماء حسب النوعية التي آلت إليها، لأن التمر يتأثر بالعوامل الطبيعية سواء نزول الأمطار أو الحرارة الشديدة، فتجعل تمرة الدقلة نور تفقد شكلها فيصبح متعرجا، أو تفقد لونها فيصبح أسودا، أو يصيبها مرض البفروة، أو تفقد طعمها فيصبح لاسعا. ولكل حالة من تلك الحالات اسم. كل تلك الأنواع ظهرت نتيجة عوامل طبيعية أو من صنيعة الإنسان، فطريقة الغرس ونوعية حبوب اللقاح والبيئة التي غرست بها النخلة تعطيك نوع معين من التمر، بمعنى أنه لو أخذت فسيلة نخلة الغرس وغرستها في بيئة أخرى فستنتج تمرا مختلفا قليلا عن الشجرة الأم، ومع تكرار العملية تنتهي بنوع مختلف تماما. لذلك نجد في الجزائر مثلا تمر مناطق الشرق يختلف عن تمر مناطق الغرب، ونفس الشيء يحدث لو نظرنا في الدول الأخرى. لذلك تصنف النخلة على أنها نبات هجين، أي يمكن إنتاج أنواع جديدة للتمر لو قمنا بتغيير البيئة وحبوب اللقاح. وهذا ما حدث فعلا، لأن المنطقة كما قلنا كانت محطة يتوقف بها الرحالة والمسافرون من الغرب إلى الشرق والعكس، ومن الشمال إلى الجنوب، وكانت تحدث بينهم وبين السكان مبادلات تجارية من بينها فسائل النخيل، وهذا ما يفسر العدد الكبير من أنواع التمور بالمنطقة. ولأن بيئة المنطقة تساعد على نمو النخيل، نجد أن هناك أنواع كثيرة وصلت من أفريقيا ومن الشرق استطاعت أن تنمو وتثمر. أشهر تلك الأصناف دقلة نور، وهو تمر رطب طري له شكل وذوق فريد، وهو أجود نوع. يقال أن الاسم منسوب لامرأة في الصحراء تسمى نور، وقال آخرون الاسم يرجع إلى صفاء التمرة، بحيث يكاد المتأمل فيها يرى نواتها بداخلها بسبب الضوء المتسرب أو الشفافية المغرية عندما تخترقها أشعة الشمس. ومنهم من قال أنها نسبة لنهر دجلة بالعراق، لأن أصلها من هناك كما يقولون. نجد أيضا من الأنواع طنطبوش، تينيسين، بوعروس، ظفر القط، ملك لحسان، الحمراية، العماري، الغرس، الدقلة، الدقلة بيضاء، مش دقلة، الدقل، البوعروس، اليتيمة، لارلو، دقلة كحلة.